أهلا وصفة جديدة من وصفاتي معكم، التيراميسو المقلوب. يلا مع بعض نبدأ أول شيء بطحن البسكوت. عندي هنا نوعين من البسكوت، استخدموا اللي تبونه. أنا استخدمت اللي بالعسل والأول القديم اللي هو بسكوت الشاهي مع قهوة اللي هي سريعة التحضير مع الزبدة. بخلطهم وأرجع لكم. أكيد إنكم اشتقتوا للصينية الحمراء، تدرون إنكم تسألوني عنها. هذا شكل البسكوت بعد ما انطحن مع الزبدة قولوا معي، وبطلعها والقهوة راح أضغطها بالصينية وأرجع لكم. بس عندي البسكوت بهالشكل، راح أدخل الصينية للثلاجة لحد ما أخلص الطبقة البيضاء. محضرة الطعام راح نضيف الكمية المناسبة من كريمة الخفق ونخفقها لحد ما تنفش وتثقل معي. ثقلت عندي الكريمة نوعا ما انتم شايفينها. راح أكمل عليها عندي هنا السكر البودر مع جبنة الفيلادلفيا. كل الكميات راح تنكتب لكم مع جبنة المسكربوني، وأرجع مرة ثانية أخفقها. أوريكم قوام الطبقة البيضاء. هذه هي، تبارك الرحمن، وريحتها تجنن. عندي هنا بسكوت الليدي فينجر، نبي نغمسه بالقهوة سريعة التحضير ونبدأ نحط الطبقات فوق بعض. نبدأ أول طبقة الجبنة، نحط طبقة حلوة ونمدها بالتساوي. الطبقة الثانية تبي تكون طبقة البسكوت الليدي فينجر، تغميسة كذا سريعة جدا، وبعدين نرصها على الطبقة البيضاء ونستمر لحد ما نخلص. نرجع مرة ثانية نكرر الطبقات. ما راح أصورها لكم علشان ما أطول عليكم، بكمل وأرجع لكم. خلصت طبقتين من البسكوت وطبقتين اللي هو الليدي فينجر وطبقتين من الكريمة البيضاء، وعلى الثلاجة أقل شيء ليلة كاملة.